السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة بسمة ستوري، القناة اللي كتجيب لكم كل القصص الواقعية والمثيرة. اليوم عندنا قصة صدمات كل الناس، اللي هي وفاة الطبيبة العراقية بان زياد طارق. خليكم معايا باش نعرفوا كل التفاصيل من البداية حتى النهاية. أولا، شكون هي بان زياد؟ بان زياد طارق طبيبة نفسية شابة من البصرة اللي في العراق، كانت معروفة بكفاءتها والابتسامة ديالها. الناس اللي كيعرفوها كيأكدوا بأنها إنسانة طيبة ومجتهدة، وكانت عندها طموحات كبيرة في المجال الطبي، وبغات تكمل مسارها المهني في الخارج. وشنو وقع ليها؟ في 4 غشت 2025 العائلة لقات بان ميتة في الدار ديالها. العائلة قالت بأنها نهات الحياة ديالها بالطريقة اللي نتوما فاهمينها بسبب ضغوط نفسية، ولكن التقرير الطبي الأولي كشف على جروح في الذراعين بجوج وكدمات في الرقبة وفي الوجه، وهذا الشيء خلى بزاف ديال الناس يشككوا في الفرضية ديال انتهاء الحياة. والمشكل اللي كان أن الكاميرات كانت مطفية قبل وأثناء وبعد الحادث، وهذا الشيء خلق بزاف ديال التساؤلات. ثاني حاجة، تأخير التبليغ. العائلة ما صرحتش بالحادث مباشرة، وهنا فين زاد الغموض. وثالثا، تنظيف مكان الحادث. بعض المصادر قالت بأن المكان تزول منه آثار الحادث قبل ما توصل السلطات. قضية خلت الناس كاملين في غضب شديد على مواقع التواصل الاجتماعي، وداروا هاشتاغات باش يطالبوا بالتحقيق. حتى في الشارع خرجوا مسيرات في البصرة كيطالبوا بالعدالة وكشف الحقيقة. السلطات العراقية خرجوا تقرير رسمي كيأكد أن بان كانت كتعيش ضغوط نفسية كبيرة، وهذا الشيء خلاها تنهي حياتها بيديها. والعائلة ما طلبتش تقدم شكوى ضد شي حد، لكن بزاف ديال الناس باقي ما مقتنعينش بهذه الرواية. وفي الأخير القضية باقي غامضة، والناس كيسولوا واش فعلا نهت حياتها ولا وراها شي جريمة. غادي نبقاو متابعين ونجيبوا لكم أي جديد. إلا وصلتوا حتى لهاد اللحظة ما تنسوش ديروا لايك إلا عجبكم الفيديو، وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وما تنسوش تشتركوا في بسمة ستوري وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من القصص الواقعية اللي كتهمكم. شكرا بزاف على المتابعة، ونشوفكم في الفيديو الجاي.